أما دولة الأمارات الله أكبر عليها، الله أكبر عليها، الله أكبر عليها، سترجع لماضيها. أنا ما قادر. أنا أعرف منظمة إرهابية، أعرف منظمة مافيا، منظمة إجرامية، لكن دولة مافيا أول مرة نسمع بها. ترجع لماضيها. الله أكبر عليها. دولة تحب الخراب، تمشي خطى الشر، سترجع لماضيها رغم عن إنه شعبها شقيق والله. وغائدها الوالد المؤسس ربنا يرحمه شيخ زايد كان في هذا الوقت يسمى دولة الأمارات دولة الخير والعطاء، لكن الخلف خلف شر. النار تعرض للرماد. بعض الدول من حولنا المرتشين المرتزقة اللي بيعملوا للمصالح الشخصية وليس لمصالح شعوبهم، نحن نقول لهم احذروا. كانت المعلومات بترد لنا من جهاز المخابرات ومن المخابرات العسكرية ومن الخارجية الدبلوماسية بأنه دولة الأمارات بتودي طائرات دعما لهؤلاء الجنجويد عبر مطار في يوغندا في عنتبه وبعده لأفريقيا الوسطى يتبان سيطرة فاغنر على أفريقيا الوسطى. لعنة الله عليه. بعد ما بدأ التفكيك في منظمة فاغنر بدأت الطائرات تجي في مطار أم جرس الشادي، وبمعرفة نافذين في القيادة الشادية. نحن نحترم الشعب التشادي، شعب شقيق، وتربطنا معاه أواصر دم ودين ولغة. الله أكبر. لكن في داخله بعض عملاء ومرتزقة وخونة الشعوب الأفريقية من عملاء الاستعمار الحديث. الغاد النافذين السياسيين في الدولة الشادية المرتشين هم بيسهلوا إمداد دولة الأمارات لهؤلاء الجنجويد عبر مطار أم جرس. وفي تطور أخير أيضا بدأ خلال الأسبوع الفات عبر مطار أنجمينا نفسه.